يلا نعمل مع بعض أطيب أورنج كيك. أول شي رح نقطع حبة أورنج بقشرها، وأهم شي نشيل البذور من جواها. حبة أورنج بقشرها كاملة مقطعة، كاسة سكر، ونص كاسة زيت، وثلاث حبات بيض. وبنطحن هاي المكونات كلها مع بعضها سواء بالهاند بلندر أو بالخلاط. بعد ما خلطنا كل المكونات إجا دور المكونات الجافة. عندي كاستين من الطحين، ومعلقتين صغار بيكنج باودر أو ظرفين بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة فانيلا سواء سائلة أو ظرف، وربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم التورة، وما تنسوا رشة الملح. وبنخلط هاي المكونات كلها مع بعض. شوفوا لي قوام هالكيكة والريحة خيال. تجيبوا اي قالب كيك متوفر عندكم وحابين تخبزوها فيه، وراح احط الخليط جوا. حميت الفرن على درجة حرارة 175 ل 180. سكينة حطيت عليها نتوفة زيت، بعمل هيك خط بالنص وعلى الفرن، وطلعت الحلوة من الفرن. شوفوا لي هالجمال، لك شي بشهي تشهاية. ودايركت اول ما تطلع من الفرن خزقها هيك وهي سخنة، كم خزقة هيك على الخفيف. وبدي صقيها بكاسة كاملة من الأورنج جوس. الأورنج جوس لازم يكون بارد، والكيكة عينكم على الجمال. شوفوا لي هاللون. ويلا نرستق كيكتنا الحلوة. حطيتها بطبق التقديم، ومنرش لها رشة رشة من الجمال الجميل، سكر بودرة، رشة خفيفة هيك. وكمان رح أزينها بشرحات هيك رفيعة من الأورنج. لك شوفوا لي هالجمال الجميل، شي بشهي تشهاي.